ازاي مهندس مصري دخل امريكا من 6 سنين بس وقدر يغير شكل البيوت في امريكا؟ انا انطون، وقدرنا نغير بيوت امريكا لحاجه تانية خالص. طب انطون، تسمح لي اخد جوله في البيزنس عندك؟ طبعا، خد نظره كويسه. طب قول لي بالاخص انت بتعمل ايه بالظبط؟ احنا عندنا مشاكل كتيره في البيوت ابتدينا نعالجها من اول الشكل. عندك الابواب دايما بتقابلنا مشكله في الديزاين بتاعها في امريكا، ساده ومش ممتع وكواليتي حاجه ما بنستمتعش بيها. طبعا الارضيات دي مهمه جدا جدا لكل بيت. الارضيات دي مودرن ميكس مع ستون. بص السماكه بتاعتها قد ايه، بص الكليك بتاعها قوي. هل انت بس بتشتغل على الاوض وبتشتغل على البيوت من الداخل ولا بالخارج كمان؟ لا، اهم نقطه طبعا الطله الاولى للبيت بتبقى من بره. يعني انت دلوقتي داخل على البيت بتاعك، تعالى ممكن اوريك حاجات هنا. بص هنا، دي يعتبر منظر بيوت. اللي انت شايفه ده يعتبر مدخل 4 بيوت كاملين غير مداخل الصغيره. احنا عملناهم للناس عشان تقدر تشوف بيتك انت وداخل البيت ازاي تضيف لمسه بسيطه وتغير من سعر البيت تماما وتغير وتستمتع فيه. احنا دلوقتي موجودين اصلا في الفرع الثاني. الفرع الاول ما شاء الله يعني عامل نجاح مبهر، فانت قررت تعمل فرع كمان بجيرسي. مظبوط. احنا دلوقتي الفرع الاولاني في جيرسي كويس ونجاح والناس كلها بتجيلنا، بس المنطقه اللي احنا فيها دي برضو كنا محتاجين مخازن اكبر ومعرض اوسع، لان الخامات اللي عندنا كتيره جدا جدا وما عندناش المكان اللي نعرض فيه في جيرسي. ايه الفتحه دي؟ دي مش فاتحه، ده جراج. بص الجراج بتاعنا مودرن، سامع صوته؟ مفيش صوت خالص تقريبا. هو ما شاء الله مفيش صوت، مفيش اي حاجه، واللي مبهرني اكتر ان هو شكله احترافي يا جماعه 100%. ايه الاسد ده؟ الار تي بيس هنا عامل مهم جدا عندنا كذا ديزاين ار تي بيس بيعملوه في الانترانس في مدخل البيت مع شويه ديكورات تانيين، بيطلع شكله حلو قوي ما شاء الله. وكمان انا شايف ان في حاجات كمان تانية موجوده هنا في كل حته. بديل الرخام دلوقتي كويس وموجود دلوقتي، الناس كلها بتشتريه في السوق، معروف يعني. احنا عندنا منه تشكيله هايله، بس عندنا حاجه مش موجوده عند الناس اللي هي الفوم بورد اللي احنا بنتميز بيه عن اي حد. فوم بورد ده للديكور الراقي جدا، ده سماكته 8 مللي، بس عندنا منه اشكال جديده، وعندنا الفلوتد بتاعه كمان موجود. عارف يا انطون اكتر حاجه بكرهها ايه؟ اللي انا بروح لبراند كده بدون ذكر اسماء، بشتري من عنده خشب، الخشب بتاعه بيبقى عامل زي البودره بالظبط. تعالى بص، يعني مثلا لو انت خدت دي كده من هنا من الرف، بص دي بتاعه الفريم، شايف الخشب بتاعها سوليد، شايف العزل ده عشان لو حصل فلات ولا حاجه الخشب نفسه مش هيبوظ، بس دي زياده امان. شايف الرابر ده عشان لما يجي الصنايعي يركب ما يبوظش الشكل، يقعد يضرب هنا، يحط مسمار مخفي والمولدنج مخفي، فالتفاصيل دي مهمه جدا. طب دلوقتي سؤال يا انطون، هل في حد يقدر يكسب من ورا البيزنس بتاعك؟ طبعا. بص احنا عندنا كل 3 فئات في المشروع. البلدرجيه اللي هم بيبني بيوت، كمان في ناس عندها معارض بس ما عندهاش مخازن، ودلوقتي كل الخامات اللي موجوده عايزه تبيع مودرن مش لاقيه، فبتيجي تاخد من عندنا بسعر اقل من البلدر كمان، وتقدر تبيع وتعمل كمان منه لقمه عيش كويسه. اي حد عنده اسئله او اي حد عايز يعمل منك اوردرات يقدر يتواصل معاك ازاي؟ في تليفونين هنحطهم في الفيديو مع الاثنين ادرس، اي تليفون هنرد عليك فيهم. وهم دول يا جماعه فخر العرب اللي موجودين هنا في امريكا. حبيب قلبي يا انطون. شكرا يا مصطفى، شكرا يا يخليك. حبيبي.